ازيكم يا حلوين؟ النهارده هنعمل مع بعض فكرة مجنونة، وهي السرير اللي قدامنا ده من كرتون. انا جبت كرتون مضغوط، ده شبه النصيبين بس هو مصري مش نصيبين، وكرتون عادي خالص بتاع الكراتين العادية اللي في الموجودة في البيت. وهعمل 4 طبقات منهم مع بعض. هخلي الكرتون العادي في النص، والكرتون المضغوط يبقى من بره علشان ناعم ومتساوي، فهيديني شكل حلو لما اجي افنش الشغل بتاعي. هجيب الغيرة وهستخدمها خام، اي نوع غيرة يعجبكم، وهبدأ احط طبقات فوق بعض بالشكل ده. بعد كده هحط اي حمل على الكرتون ده لحد ما ينشف واتأكد انه نشف، وهجيب ورق كرافت او ورق كشاكيل بيضة عندنا، وهنداري كل الحواف بالشكل ده بتاعة الكرتون. دي بقى كل الأطوال والقطع اللي أنا هجمعها وأعمل منها السرير بتاعي. هجيب الجزء المثلث اللي في السرير اللي هو فوق، وهجيب مسامير صغيرة وأجمعهم بيها. بعد كده هجيب مسمار طويل قوي علشان الكرتون بقى قوي جدا ومش هعرف أدخل فيه أي حاجة بسهولة. هدق أعمل خرم وبعد كده أشيل المسمار، وهجيب عصيان شيش، بس هجيب العصيان التخينة شوية، وهكسر منها قطعة بقد الطول اللي أنا محتاجاه، وهحطها في الغيرة وأبدأ أدخلها في المكان اللي أنا خرمته بالمسمار الكبير، وبعد كده هدعم جنبها بالمسامير الصغيرة. وهنا كنت كمان بدأت أجمع جوانب السرير، وهعمل فيها نفس الطريقة اللي عملتها في المثلثين بتوع السرير، مسامير وقطعة من عصيان الشيش مليانة بالغيرة. بعد كده هبدأ أثبت الجوانب، وهبدأ أضيف كل القطع بشكل متتابع. الجزء المثلث في السرير كان محتاج دعم اكبر بكتير من اللي انا عملته. هبدأ اجيب ورق جرايد والغيرة الخام، وهبدأ أأكد عليه بيها طبقة ورا التانية ورا التالتة لحد ما نحس ان هي دعمت كويس قوي وبقت قوية. ده شكل السرير بعد ما خلص. وقبل ما صنفره تمام، انا بعد ما سبته ينشف صنفرته كويس، وبعد كده دهنته لاكيه بني. للاسف المقطع ده يعني انا فقدته فما بقاش موجود، بس انتوا تقدروا تدهنوه باي لون بعد كده يعجبكم. نيجي بقى لأحلى مرحلة، وهي مرحلة الفينش. وهنا حبيت أزين السرير بدلاية لطيفة كانت هدية، وحطيت المرتبة وغطيته بالملاية. أنا محبتش ألزمكم بأي مقاس في السرير، تقدروا تعملوا المقاس اللي يعجبكم. هو مش قوي يعني زي الخشب طبعا، ولكن قوي جدا بالنسبة ان هو كرتون. وبعد كده جبت تل وحطيته عشان يبقى ناموسية للسرير. انا عملت الدولاب بنفس الخطوات بالظبط اللي عملت بيها السرير. الرف اللي في النص في الدولاب فيه اوسخ خفيفه عشان كانت طبقات الكرتون عندي خلصت، فعملته طبقه واحده. بس عملت اختلاف في الدولاب، ان انا اديت طبقه سيلر، وبعد كده اديت بطانه، وبعد كده حطيت في الاخر خالص اللاكيه. وانا حبيت ان الدولاب يكون ابيض ساده زي ما هو كده. ده شكله بعد ما خلصته. انا مبسوطه بيه قوي هو والسرير، واتمنى الفكره تكون عجبتكم.